تخيل إن الصورتين دول لنفس الشخص. ماري أمبيفان، أو زي ما أطلق عليها أبشع ست في العالم، اتولدت سنة 1874 في إنجلترا، وكانت بنوتة جميلة جدا. اشتغلت ممرضة فترة كبيرة من حياتها، واتجوزت بياع زهور، وخلفت منه 4 أطفال. ولما كملت 32 سنة أصيبت بمرض اسمه ضخامة الأطراف، والمرض ده بيغير ملامح الوش تماما، وبيخلي الأطراف متضخمة، وبيخلي الملامح للأسف مشوهة. وبعد 11 سنة من جوازها جوزها مات، واتطردت من الشغل بسبب مرضها، فكان لازم ان هي تشوف طريقة علشان تصرف بيها على العيال. وقتها قررت ان هي تشترك في مسابقة أبشع ست في العالم، وكسبت المسابقة، ووقتها كانت الجايزة $50. السيرك لما شافها عرض عليها انها تشتغل معاهم، وللأسف الشديد وافقت بسبب حوجتها الشديدة جدا للفلوس. وقتها الزوار زادوا جدا على السيرك، طبعا علشان يشوفوا يا ترى أبشع ست دي شكلها عامل ازاي. اما بالنسبة لماري فكانت بتتألم نفسيا، والاطفال كانت بتحدف عليها الحجارة عشان كانوا خايفين من شكلها. فضلت مكملة على الطريقة دي لغاية ما ماتت في احد العروض، وقعت في وسط المسرح والجمهور سقف لها اعتقادا منهم انها كانت بتمثل. حكايتنا النهاردة انتهت، لكن التنمر ما زال مستمر حتى لغاية النهاردة. خليك فاكر ان بكلمة بسيطة منك أو تصرف صغير جدا ممكن تبني اللي قدامك، وممكن إنك توقعه. ودي كانت تاني حلقات برنامج من وراء الكواليس مع نغم ناصر.